القرار يا اما بناخده عن طريق المنطق او الشعور. في نقطه سيكولوجيه هنا مهمه جدا، ان طريقه اتخاذ القرار بترجع لطبيعه الشخصيه. في ناس شخصيتها تحليليه، بتميل لفكره ان هي يبقى عندها داتا وترتب وتفكر وتاخد وقتها وتعيد وتدرس كل الاوبشنز المتاحه، على الاساس ده تاخد القرار بتاعها. وفي ناس تانية بيميلوا للشعور وبيميلوا للقلب واللي هم حاسين ايه وللحدس بتاعهم، وعلى الاساس ده بياخدوا القرار. عادة يا صديقي الناس دي درجة الايرورز بتاعتها بتكون قليلة. شغلانة بقى زي الشغلانة بتاعتنا احيان كتير جدا مش بيبقى عندنا الداتا الكافية ولا الوقت ان احنا ناخد القرار، بيبقى هي كده حاجة بالشعور اصلا. ولما بتقابلنا مشكلة كده بتكون انت مش عارف، مش عندك الوقت انك تدرسها عشان اصلا تحلها وتاخد القرار في الوقت والتو واللحظة. وهنا بقى بتكمن العبقرية. طيب لو انا اصلا طبيعة شخصيتي تحليلية ومش بعرف اخد القرارات بالشكل واللهوجة دي، اعمل ايه؟ اتمرن، جرب واغلط واقعد العب كده لحد ما تشتغل معاك. ما هي ملهاش حل تاني، خصوصا في الشغلانه بتاعتنا دي، لان احيان كتير بتبقى انت متغيرات سريعه من حواليك. الصنايعي كنت متفق معاه ما جاش ولازم تلاقي حد غيره، كلها قرارات استراتيجيه وبتاثر على الوقت وبتاثر على الشغل وبتاثر في الفلوس. هي الفكره ان انت تاخد القرار بالكونفيدنس الكافي ان هو اصلا لو طلع غلط انت هتعرف تادجست وتظبط نفسك وترجع تاخد قرارات تانية، مع العلم ان ممكن يحصل لك متغيرات تانية. وهلم جرب لوب تقعد تلعب فيها كده وتقعد تتنقل كده وتقعد ترقص على السلم، لان هي ملهاش حل تاني. التركية هنا ان انت تاخد القرار وانت عندك الثقة الكاملة ان هو لو طلع غلط انت هتعرف تعدل سلوكك وتظبطه. قرارات يا صديقي ما هنعرفش ناخدها غير بقلبنا، لان هو بيكون مطمن لو اخدنا القرار ده، والعكس ممكن يخلينا ما نعرفش ننام بالليل. في الدين ربنا امرنا ان احنا نستفتي قلبنا، وقال لنا ان هي مضغه لو صلحت صلح الجسد كله، ووصانا عليه. والدايركشن بتاعه او البوصله بتاعه القلب هي النيه. فمن النيه بيصلح العمل، ومن النيه والعمل قلبنا بيكون بيور اكتر، بيكون اقرب ان هو يستشف ويبقى عنده البصيره انه ياخد قرارات بشكل سريع، او مواضيع تبقى من بعيد كده مش حاسس انه مرتاح لها فما يقربش منها، ويكتشف بعد كده ان هو كان عنده الحق. ربنا يوهبنا كلنا عين البصيره، لان هي بتاثر طرق تبقى شورت كاتس لمشاكل كتير قوي ممكن انت تتعرض ليها، لمجرد بس ان انت ظابط البوصله، بتستفتي قلبك وبتاخد القرار وبتتوكل على الله. وعلى فكره المعلومات دي اكدها العلم، اعملوا سيرش عن حاجه اسمها هارت ماث، جايز تفرق معاكم. بالمزيد من المعلومات في كريم دولا كريم، معلومات اكتر فلسفيه وسيكولوجيه وهندسيه، انتظرونا.